صباح الفل عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وانا ودايما يا رب فرحانين، ويكون السنة الجديدة داخلة علينا بكل خير يا رب. وان شاء الله ان شاء الله تكون كورونا مشت بعيد عننا. ولكن دلوقتي اقول لكم هنعمل مع بعض اكلة حلوة ولذيذة قوي وخفيفة كمان، وطعمها هيبقى غريب على كل أفراد الأسرة، إن هي مش دايما احنا بنعملها في بيتنا. ولكن هقول لكم قبل ما نروح نعمل الأكلة مع بعض هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل لايك للقناة. لايك للقناة ايه؟ لايك للفيديو، ماشي. وهنعمل اشتراك للقناة. واللي مش هيعمل اشتراك للقناة يعمل ايه بقى؟ واللي مش هيعمل اشتراك للقناة يعمل ايه؟ يعمل سبسكرايب. يعمل ايه؟ سبسكرايب. هيعمل ايه يا سلمى؟ سبسكرايب. ما تنسوش اعملوا سبسكرايب ولايك وشير عشان خاطر سلمى. سلمى الحلوة اللي قاعدة جنبي، ماشي؟ عشان خاطر مين؟ سلمى الحلوة اللي قاعدة جنبي. لا عشان خاطر انا. سلمى لا، سلمى لا. يلا مع بعض نروح ونشوف هنعمل اكلة ايه. خلاص بقى بطلي ضحك، ونشوف هنعمل مع بعض اكلة ايه. وسلمى مش هدخلها المطبخ معايا، سلمى كبيرة تطلع في المقدمة كده بس، وبعد كده تطلع تاكل الاكل كله وتخلصه وتقول خالته بتعمل اكل مشطشط يا مامي. يلا نروح هنعمل اكلة ازاي. يلا نروح بسرعة. دي بقى الوصفة الحلوة قوي قوي قوي، جامدة جدا. بصوا هي عبارة عن ايه. دلوقتي احنا حطينا مية هنا تغلي عشان المكرونة، تمام. هنحط فيها شوية زيت، وهنحط فيها معلقة كبيرة ملح، تمام كده. تمام التمام. بصوا بقى، دي المكرونه اللي احنا هنستخدمها، اللي هي ايطاليانو شريط، تمام. دي بتبقى 400 جرام. كل 100 جرام منهم بنستخدم له لتر ميه، بمعنى دي 400 جرام هنستخدم لها 4 لتر ميه. 4 لتر مكرونه شريط اهي، مختلفة شوية خالص عن الأقلام. هنفتحها دلوقتي من الكيس ونشوف هي عاملة ازاي. فتحناها احنا كده اهو، بصوا اهي. هنحطها، دي بتتحط بطولها ما بتتكسرش ولا اي حاجة. هي دلوقتي بصوا كل ما هتدبل اهي من المية كل ما ايه هتنزل تحت. ده طبعا مش الكيس كله، ادي كده باقي الكيس. احنا بنفرطها كده اهي وهي نازله عشان لما تنزل ما تلزقش في بعض. وادي كده في الحله التانية اهو هنحط فيها شويه زيت برضو، دي عشان ايه؟ البصل بتاع المكرونه. بص انا كده حطيت اهو البصل على بال ما هو يتحمر. في نفس الوقت هنعمل مع بعض برضو حاجه تانية. هنعمل ايه؟ ده بقى البانيه. ثانيه واحده بس. ادي كده البانيه اهو مغسول بميه وملح وخل. بصوا بقى اللي احنا هنحطه دلوقتي البانيه ايه، ركزوا فيه جدا. ملح اهو كده، حطيت معلقتين من اللي هي الصغيره دي بتاعت الشاي، تمام. وهناخد معاها الليمون ده، بصوا زي ما انتوا شايفينه كده اهو. دي نص ليمونه كده، انا عصرتها كويس جدا. تمام كده. نشيل بس ايه، دي واحده من اللي هي بتاعت الليمون، البذر اللي بيبقى جوه ده. وهنا كان في ايه، كرات ملح كده اهو، تمام. هنقلبه بقى اهو كده
لا استنوا بقى، كنت بشمر بس عشان ايه اقلب هدومي ما تتبهدلش. بصوا كده احنا ايه قلبناه تمام. كده اتقلب كويس جدا اهو. بصوا بنقطع بقى البانيه كده بالمنظر ده صوابع اهو تمام، بيبقى كده اهو اهو صوابع شرايح زي ما، لا هو صوابع مش شرايح، ايه هو كان شرايح قطعناه لصوابع كده اهو تمام كده. ولا هنحط عليه بيض ولا لبن ولا اي حاجه خالص تمام. يلا نقلب المكرونه ونشوف وصلت لايه. بصوا شكل المكرونه مختلف عن الاسباجيتي خالص، دي شرايط. وادي البصل اهو على النار. بصوا بقى دلوقتي كده احنا جهزنا اهو الفيجيتار بتاع البانيه، وحطينا عليه معلقه صغيره بابريكا اللي هي الفلفل الحلو الاحمر تمام كده. تمام التمام اهو كده قلبناها كلها مع بعض. كده احنا هناخد بقى ايه الصوابع اللي احنا عملناها دي كده اهي، نحطها في الفيجيتار على طول تمام اهو. هناخد كده اهو يبقى كده التتبيله اللي احنا حطيناها مع بعض اللي هو كان الملح والليمون، وطبعا قبليها احنا غسلينه تمام. هنتبل كده على النظام ده لاخر الكميه اللي هي معانا. وعايزه اقول لكم بقى كل كيلو بانيه بياخد ليمونه كبيره، بس انا الليمونه اللي عندي دي كانت ما شاء الله كبيره جدا، فانا حطيت منها نصها بس. لكن على الحجم الطبيعي اللي هو بتاع الليمون هي هتاخد بس يعني ليمونه كبيره مش اكتر تمام. بصوا هنا كده اهو البصله بتاعت المكرونه بتتحمر تمام كده. بس ابتدت تاخد اللون الذهبي اللي احنا ايه عايزينه، بس احنا عايزين اللون كله يبقى اللون ده اهو ماشي كده. بقى احمرت اهي وجابت اللون اللي احنا عايزينه. نحط لها شويه ميه خدوا بالكم ان احنا البصلايه دي احنا مش عايزينها غامقه زي بتاعه المكرونه العاديه، يعني احنا عايزينها فاتحه. حط بقى دلوقتي دي صلصه اهي، دي انا بعملها في الفريزر واشيلها. هنعملها ان شاء الله مع بعض يوم كده يكون اصلا هو يوم لتخزين الطماطم بس، ونشوف هنعملها ازاي من اولها لاخرها. ونشوف دلوقتي ان الصلصه بتاعتنا اول ما تتسبك نغطي عليها بس ونسيبها. ودلوقتي كده بس المكرونه طفيت عليها، واول ما بطفي عليها ما بنتشهاش على طول من الحله اصفيها، لا ده انا دي بسيبها يعني ممكن 5 دقايق كده. بصوا شايفينها، بصوا عامله ازاي ما شاء الله، جميله جميله جدا يعني. دلوقتي بس اصفيها وعشان ما تلسعش من الميه السخنه دي هفصل الكاميرا دقيقه واحده بس. صفيناها اهو كده. بصوا لسه الدخان بتاعها طبعا طالع، بصوا تحفه. اقسم بالله تتاكل لوحدها من غير صوصات ولا بقى ابيض ولا احمر ولا اخضر ولا اي حاجه، جامده جدا. بصوا شايفين عرضها حلوه قوي. كده بقى نفتح دلوقتي على التسبيكه اهي
كده زي الفل. سبكت وبقت تمام خالص. هو ده اللي احنا عايزينه. تمام كده. دلوقتي بقى نحط التوابل بتاعتها. حطينا كده مرقتين دجاج ايه. دول اتنين على فكرة اللي احنا حطيناهم يعني. بصوا لا بتاعت سلمى. هي دلوقتي هتفك خالص مع نفسها. الزيت طبعا سخن زي ما احنا شايفين اهو كده. بنحط فيه الصوابع اللي احنا عاملينها اهو كده. كده بره عاملين دوشه وقلق جامد 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 جامد. بصوا اهو كده. طبعا احنا عملنا ايه، ملينا الطاسه كلها 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 كلها. واحلى طاسه جمبري بالبانيه بالبانيه. طنطا. بصوا تمام كده. تمام وزي الفل وتمام التمام. بصوا لونها اصلا وهي بتحمر جميل. بصوا وده اللي طلع اهو. بصوا اهو. بصوا بصوا مقرمش ازاي ازاي مقرمش ازاي. بصوا. بالنسبه للمكرونه احنا حطينا مرقتين الدجاج. نحط لها دلوقتي شويه فلفل اسود. بصوا كده. من بعد الفلفل الاسمر حطينا شويه كمون اهو. الشطه هنحط حبه صغننين خالص. بعد كده اللي عايز بقى يحط ايه على الطبق بتاعه، بس دي ريحه يعني. كده احنا طبعا ايه هنقلبها. الملح طبعا حسب الحاجه، عشان احنا حاطين 2 مرقه دجاج زي ما احنا شايفين اهو كده. تمام كده. وادي البانيه طبعا اهو خلاص كده هو بيتحمر كده. هو طالع على فكره، بس ايه لا لسه قدامه بتاع دقيقتين كده عشان ايه يطلع ويكون طالع بالسوى كده. بقى بعد ما طلع البانيه اهو تمام اتحمر كده وبقى مقرمش كده وجميل جدا ما شاء الله. وادي المكرونه اهي بعد ما قدمناها في الاطباق اهي زي ما احنا شايفينها كده. يا دوبك خلطنا بس الصلصه عليها. وادي بطاطس محمره تمام. بس ما تنسوش تقولوا لي بقى ايه رأيكم في لفة الطرحة الجامدة قوي دي. ملهاش حل. تحسوني قلب على ابو ذكري، قلب على حاجات كده مش عارفة هي ايه، بس عامة قولوا لي ايه رأيكم فيها. وبكده بقى نكون خلصنا الأكلة الحلوة اللي قلنا عليها تمام وزي الفل. اتعملت بسرعة، سويناها بسرعة، كلناها بسرعة بسرعة جدا جدا جدا. يا رب تكون عجبتكم الوصفة ان شاء الله. وكل يوم وصفة جديدة وحاجة احسن واحسن واحسن واحسن. وما تروحوش في اي حتة وتخليكم مع الست ام قمر وبس. ودلوقتي بس اقول لكم سلام عليكم يا حبايبي.